فتة جمبري. بلد الغريب قرر هو كمان يفاجئنا ويخش في اختراعات السنة دي اللي مش عايزة تخلص، فتعالوا نشوف الكلام على ايه. والفتة دي بقى كانت عيش ورز وصلصة مع جمبري مقلي على الوش. بصراحة ما كنتش متفائل وقلت اختراع وهيقلش، بس صلصة الفتة اللي هم عاملينها فاجئتني. فتة على اصولها مع كمية الجمبري وحجمه المحترم، انا اتبسطت بيها قوي. ولو بتحب المكرونة يبقى لازم تجرب الجديد عندهم، طاجن مكرونة جمبري واخد وش موتزاريلا مع كمية جمبري محترمة في الطاجن، هيعجبك قوي. بس كل ده كوم، وطاجن ميكس السيفود ده كوم تاني، جمبري وكاليماري مع بلح بحر وطبقة موتزاريلا، ميكس يدخل القلب. وتكملها بقى بالميكس جريل، جمبري باتر فلاي مع جمبري جامبو وبلح بحر ورز، تنزل عليهم بصوص الباتر فلاي، مهما اوصف لكم في حلاوتها مش هعرف. وحجم الجمبري وطعمه حلو قوي، لازم تجرب بنفسك. بس لو بتحب الفرايد عندهم وجبة فرايد فيها جمبري وكاليماري مع قطعة سمك فيليه ورز وبطاطس. الكاليماري بلدي ومش بيعض، والبريدنج حلو قوي، والفيليه ما كانش فيه اي زفاره، والقطع حجمها كان كويس، والوجبه دي بيجي معاها طحينه عشان تسقسق براحتك. وما كانش ينفع ابقى ببلد الغريب ومطلوبش اكتر سندوتش بحبه عندهم، البيج زنجر. ولو ما تعرفش بلد الغريب فهم عندهم 7 فروع في مصر، وبيقدموا السي فود بطريقه الفاست فود. اكتبوا لي بقى ايه اكتر حاجه متحمسين تجربوها من المنيو الجديد، وهتاخدوا مين معاكم؟